عرض على التلفزيونات بتبقى انتاج تلفزيوني خاص، يعني هي تجربه اشرف عبد الباقي، تجربه سامح حسين، دي مسارح بس موجوده بشكل تلفزيوني. لا لا دي من حضرتك مش بتعتبرها لا 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 من ضمن ولا يعني انا مش هجيب واحد قدرنا اخليه يعمل كل اسبوع او اسبوعين مسرحيه وبعدين يعمل مسرحيه. ده متعاقد مع التلفزيون خاص، والتلفزيون بيعمل له اعلانات ومش عارف ايه ويصور وياخدها يذاعها عنده. بس مش معنى كده ان انا اعمل كل المسرحيات انا. ايه الفرق بقى بينه وبين المسرح الحقيقي اللي امثال حضرتك كان بيعمله؟ ايه الفرق بينه وبين ده؟ الفرق ان في مجموعه كبيره من الفنانين والناس بتحب تروح تشوف الفنان، والمسرح ما تستنى تبقى تشوفه في التلفزيون. انه بيروح المسرح ليه؟ لان في فلان وفلانه وفلان وفلان، ويطلع جنب منهم 2 3 شباب ولا بتاع. انما ان انا اجيب كلهم شباب ما بياخدوش فلوس، واقعد انا ابقى انا الوحيد اللي والباقي جداد مش معروفين، واقول لك اصل انا بعمل مسرح.